السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتوا؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. عواش راكم مبروكه بالصحه والسلامه وطول العمر. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم بطبوط صغير اولا ميني بطبوط، كل واحد كيسميه على طريقتي. كنتمنى تشوفوا لا فيديو من الاول حتى الاخير. ما تنساونيش كما العاده من التشجيعات ديالكم، لي لايك والبارطاج فضلا وليس امرا. ودابا غادي نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا معايا خديت هنايا 500 غرام ديال الدقيق الابيض، 500 غرام ديال الدقيق الفينو، معلقه كبيره السكر سنيده، معلقه كبيره الخميره المعجونه، وكذلك خديت هنايا معلقه صغيره ديال الملحه ويطرو ديال الماء تقريبا. يعني خدا لي هاد العجينه يطرو ديال الماء. غادي نخوي هنايا نصف الكميه ديال الماء، وغادي نبقى نزيد عيني ميزاني. راكم عارفين كل واحد على حساب النوعيه ديال الدقيق اللي كيستعمل. خديت السكر سنيده، الخميره المعجونه غنديرهم هما الاولى. غادي نخلطهم هكذا شويه يعني باش الخميره تطلق لي كما كنقولوا. ومن بعد عاد غادي نضيف عليهم المعلقه صغيره ديال الملحه اللي غادي ناخذ كما قلت لكم، وكل واحد على حساب الذوق ديالو. هانتوما غادي ناخذ الكميه ديال الدقيق اللي خديت كما قلت لكم. نعاود معكم المقادير: 500 غرام ديال الدقيق الفينو و500 غرام ديال الدقيق الابيض. غادي نعجنوا العجينه ديالنا مزيان مزيان. اللي كيعجن باليد يدلكها، واللي كيعجن بلا ماشين كذلك يعطيها الوقت ديالها. نتوما كتشوفوني كنزيد شويه بشويه الماء، راكم عارفين يعني على حساب النوعيه ديال الدقيق. انا خرجت لي المهم يطرو هنايا د الماء وشي شويه في هذه الكميه هذه اللي خديتها. نتوما خصكم تحصلوا على واحد العجينه اللي ما تكونش يعني قاصحه، تكون عجينه اللي مطلوقه. نتوما القوام ديالها يكون هو هذا، يعني ما قاصحاش وما جارياش عاود مطلوقه بزاف اللي غادي تعذبكم في الخدمه. فوالا نجمعوا العجينه ديالنا على هذه الطريقه هذه، وغادي نخليوها. شوفوا تبارك الله، يعني العجينه مدلوكه مزيان مزيان حتى كدير الفقاعات. غادي نخليوها تخمر من بعد ما تضاعف الحجم ديالها كما كتشوفوا معايا في الصوره. يعني عطيت له الوقت ديالو حتى خمر مزيان. ودابا غادي نحيدوا منه هذا الهواء، وغادي نقلبوا العجينه ديالنا مزيان مزيان. وغادي ندوزو ان شاء الله للمرحله الماجيه. غادي نصيبوا لي ميني بطبوط ديالنا اولا البطبوطات الصغيورين اللي غادي نعمروهم باي حشوه عندكم موجوده وكيجيو مزيونين، وكذلك طريقه اللي زوينه. هانتوما كما كتشوفوا خديت هنا شويه ديال الدقيق. انا ما غاديش نقول لكم جيبوا الدلاك وغادي نطلقوه لطاوله العمل، لا، غادي نخدموا بهذه الطريقه هذه، الطريقه اللي مزيونه وعمليه. غادي نبقى نقطع هكا كويرات كويرات، يكونوا فيهم هكا 40 غرام او يكونوا فيهم 45، يعني ما تزيدوش عليهم باش ما يجيوكمش كبارين. هانتوما انا كنعبر غير الاولى صافي، في التالي كنهز لهم العبار غير بيدي، كنبقى نقطع ونحط حدايا هكا حتى كنكمل العجينه ديالي. ومن بعد غادي ندوز باش نكورهم. صراحه طريقه اللي مزيونه، يعني ما غاديش كما كنقولوا في الاول كنا كندلكوا العجينه على طاوله العمل كلها وكنبداو نطبعوها هكذا بالطابع اولا. ومن بعد كتبقى لنا داك البقايه ديال العجينه كتكون خرجات منها الخميره، عاود خصنا نخليوها واحد المده عاد باش تخمر شي شويش، عاد باش عاود نطبعوها. دابا لا، ما كتبقى لنا حتى شويه ديال العجينه. يعني كتجينا العجينه ديالنا هي هذه. كانتوما كنحصلوا على كويورات اللي صغورين كيجيو مزيونين ملي كنطلقوهم وحده بوحده. يعني ما كاينلاش ان ناخذوا يعني الدلاك كما قلت لكم نطلقوه على طاوله العمل نبداو نطبعوه، في التالي كتبقى لنا داك كما كنقولوا داك الزياده اولا داك الشيطه ديال العجينه. هانتوما الطريقه هي هذه، كنبقى نكور هكا كويره بكويره بكويره، وغادي نستمر على هذه الطريقه هذه. يعني بالنسبه للدقيق من الاحسن انكم ديروا الدقيق الابيض، يحسن لكم الدقيق الفينو بالتقراص باش يعني في الطياب ملي تكونوا كطيبوا. بالنسبه للدقيق الفينو كيتحرق دغيا، اما بالنسبه يعني الفرينه ما كتحرقش. راكم عارفين كما كتعرفوا ديما كي البطبوط كي الخبز يعني نفس الطريقه. هانتوما كما كتشوفوا راني خدامه راني افونسيت كما كنقولوا. هانتوما كندير كويوره كويوره ونحط هكا في واحد لا سيرفييت اولا منديل عندي هنايا وحده بوحده، كندير لهم هكا المساحه ديالهم. ما كنجي نسالي الكويرات ديالي حتى كيكونوا الكويرات الاولى طلقوا لي شويش، وكنبدا عاود فيهم في التقراص. صراحه طريقه عمليه وكتصيبي كميه اللي كبيره اللي تقدري تحتفظي بها هكذا في الكونجيلاتور ولا في وقت اللي وجيز. هانتوما كما كتشوفوا الكويورات الاولى اللي صيبت معاكم ديجا بدات كتطلع فيهم الخميره. دابا غادي نبدا بهم هما الاولى نقرصهم هكذا، والتوالى يعني حتى يوصل الوقت ديالهم غيكونوا عاود كذلك حتى هما طلقوا.
هانتوما كما كتشوفوا تبارك الله كميه اللي كبيره صيبت، يعني نقدر نحتفظ بها في الكونجيلاتور ما كيوقع له والو، غير كتساليو منه بالطياب ديروه في المويكا ديالو وديروه في الكونجيلاتور، يعني باش يبقى لكم مزيون بحال يلاه جديد. هانتوما يعني طريقه جد سهله وعمليه، ما تطبعوا ما تطلقوا على طابله. هانتوما وحده بوحده ودغيا يعني كتمشي هكا يدك مع الوحده بوحده دغيا كتصيبيهم. فوالا كندير هكا شويه ديال الدقيق غير باش ما يتلصقليش العجينه في طاوله العمل وصافي، يعني ما كان ندريوش عليهم هكذا من الفوق ولا كميه اللي كبيره. هانتوما يعني بالنسبه للعبار اللي ما عارفش انه يعبر يعني قد الخبيزات او البطبوطات يعبر هكا بالميزان. انا المهم درت هنايا 40 غرام 45 ما كنتش كندوزها. هانتوما بعد ما ساليت غنخليها تاخد شويه الوقت ديالها ترتاح تخمر شي شويش، ومن بعد غادي ندوز ان شاء الله نطيب وغادي نشارك معكم ان شاء الله الطريقه. هانتوما بعد ما خليتها واحد الوقيت هكا ارتاحت شي شويه تمن واحد 10 دقائق وصافي راكم عارفين، خصوصا الولا بعد ما كملت التواله كانوا الولا ديجا خمروا. ودابا غادي نبدا ان شاء الله نطيب. هانتوما خديت المقيله ديالي حتى سخنات وغادي نبدا نحط هنايا الميني بطبوط. هانتوما ولكن ما غاديش نخليه، راكم عارفين السر ديال البطبوط هو انكم يعني تقلبوه دغيا دغيا، ما تخليوش حتى يطيب بحال الخبز من جهه وعاد تقلبوه من الجهه الاخرى باش يتنفخ لكم هكا. هانتوما غادي نقلب هكذا بهذه الطريقه، يعني طريقه جد سهله، وغادي نبقى نقابلو هكا بالقليب، نبقى هو كيطيب وانا كنقلب من جهه لجهه باش يطيبوا لنا الجوانب كاملين. وكذلك البطبوط ديالنا هكا يتنفخ ويجي لنا ناجح ويجي لنا مزيون. هانتوما غادي نبقى نستمر هكذا نقلب هكا في الجوانب كذلك باش يطيبوا لنا ما يبقاوش هكا بويض. حقا كيطيبوا العجينه ماشي ما كطيبش، ولكن انا كنفضل انهم يطيبوا حتى من الجوانب كيجيو اللوين ديالهم مزيون، وكذلك كيجيو لنا محمرين ما كيبقاوش الكولور ديالهم هكذا بيض. فوالا على هاد الطريقه هذه تبارك الله عليكم كل واحد كيعرف يسيب كما كنقول لكم ديما الشغل ديالو، غير كنبغي نشارك معكم طريقتي وصافي. وما تنساونيش من لايك ديالكم الا جات على خاطركم ومن البارطاج باش الفيديو ان شاء الله يطلع ويوصل لعدد كبير من الناس وتستافدوا منه. هانتوما غادي نبقى هكا يعني بشويه بشويه حتى غادي نطيبهم كذلك من الجوانب، وغادي ندوز ان شاء الله نكمل الطياب ديالي شويه بشويه. صراحه طريقه جد سهله وزوينه، انا كتعجبني ندير هاد الطريقه هذه احسن من الطريقه اللي كنا كنديرو من قبل هكا، يعني كنطلقوا العجينه وكان نبقاو نطبعوها هكا بالطبع. يعني هاد الطريقه كنظن انها احسن وغادي تنفعكم وتصيبوا كميه كبيره في وقت اللي واجد. وفوالا غادي نكمل هكذا الطياب ديال البطبوط ديالنا كما قلت لكم، ما تخليوش يطيب غير من جهه واحده، بقاو تقلبوه على جوج ديال الجوانب باش يتنفخ لكم ويجي لكم ناجح ويجي لكم مزيون يعني من الداخل. هانتوما من بعد ما كملت الكميه ديالي كلها اللي وجدت معكم، هانتوما تبارك الله عطى يعني كميه اللي كبيره. وشوفوا تبارك الله يعني يعني منفخ كما كنقولوا البطبوط ديالنا كيجي غزال وناجح وخاوي من الداخل. دابا كما شفتوا غادي نحتفظ بالكميه اللي غادي نحتفظ بها يعني في المجمد، يعني غادي نخليها. والشي الاخر اللي غادي نخدم به نقدر انني نخدم به. صراحه طريقه جد سهله وتصيبوا كميه اللي كبيره. شوفوا تبارك الله كيجي رائع رائع العجينه ديالو. وكذلك شفتوا ملي كنحمروه هكا حتى من الجوانب كيعطي واحد المنظر اللي مزيون، ماشي بحال ملي كنحمروه غير من جهتين بجوج، يعني ما كيبقاو داك الجهات هكاك بويض. صراحه انا ما كيعجبونيش، كيعجبني ان يعني يتحمروا من الجوانب كاملين باش كيجيو مزيونين، وكذلك يعني ما كيبقاوش بويض. هانتوما شوفوا تبارك الله كيجي غزال غزال، غير صيبوه بهذه الطريقه ما غاديش تندموا عليه. ودابا هانتوما كما كتشوفوا خديت هكا واحد المقياس وغادي نبدا نقطع. هانتوما شوفوا تبارك الله كيجي غزال غزال من الداخل، يعني مخاوي، يعني ما عامرش من الداخل هكا بالعجينه، ولا كيجي ناجح 100%. كنتمنى انكم تجربوه ما غاديش تندموا عليه. صراحه طريقه جد سهله وعمليه، يعني ما كتبقى لكمش العجينه ولا كتشد لكم الوقت. ودابا كما شفتوا معايا الفيديو ديالي هو هذا، والطريقه ديالي في التحضير البطبوط او ميني بطبوط اللي تقدروا انكم تعمروه باي حشوه بغيتو نتوما. صراحه كيجي رائع، كنتمنى تجربوه. ودابا ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو لي فراسكم، خليتكم فرحة الله، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. وما تنساونيش من البارطاج ومن البصيمات ديالكم الكومونتيرات الزويونه اللي خدتكم عليا فضلا وليس امرا. ومع السلامه.